وقت الفراغ. وقت الفراغ صعب جدًا. الإنسان لمّا بيبقى عنده وقت كتير أوي، ووقت كبير ومش عارف يشغّله ومش عارف يملاه، آآ الشيطان بيضحك عليه كتير. المُخ الفاضي أو الإنسان الفاضي مَعمَل للشيطان، فخلّي بالك اوعى تكون مَعمَل للشيطان، خلّي بالك تكون دايمًا أنت آآ تملى الوقت بتاعك لإنّك أنت عارف. يعني ساعات ناس تروح لحد وتقول له يعني اكتب لي كده program أمشي عليه. لأ، اكتب أنت بنَفْسك، اعمل أنت بنَفْسك الprogram ده. عارف ليه؟ لإن أنت اللي عارف ظروفك، يعني ظروفي مش زي ظروفك، ظروف فلان مش زي عِلّان خالص، لإن كل واحد وعارف هو إمتى بيصحى مثلًا من النوم، عنده شغل والّا فاضي، بيقدر إن هو يتمشى الصبح أو والّا ما يقدرش تعبان ضهره واجعه أو رجله واجعاه. يعني أنت اللي عارف بالضبط، بالضبط، عارف يعني ظروفك، فأنت على حسب ظروفك ابدأ اشتغل، على حسب ظروفك ابدأ شوف هتعمل إيه، على حسب ظروفك اعمل جدول. الجدول دوّة تقدر تمشي بيه وتمشي بيه كويس أوي، والجدول ده هو اللي يقدر إنك أنت تستمر، لإن طبعًا لو عملت جدول من غير استمرارية أو من غير ما تحطه في الفعل زي قلته. خلّيك دايمًا فكّر إنك أنت تعمل جدول، والجدول ده تحطه في الفعل وتستمر عليه لمدة طويلة. مش هتلاقي وقت فراغ ومش هتلاقي ملل ومش هتلاقي زهق ومش هتحس بإنك أنت زهقان، بالعكس. وكمان وأنت شغال وعملت حاجة active كده، هتلاقي نفسك كمان بتيجي لك أفكار جديدة، لإن المُخ لمّا بيشتغل تلاقيه بيعمل خلايا، بيبني خلايا جديدة، فالخلايا الجديدة ديّة بتكبر وبتكتر. فالخلايا ديّة محتاجة إنها تتملي، فتلاقيك عندك أفكار جديدة، تلاقي عندك أفكار جديدة عمّال أنا ممكن أعمل كذا، وفي بدايل، بدل دي أعمل دي، وبدل دي أعمل دي. فأنت يا إنسان تقدر إنك أنت تعمل لنفسك الحاجات دي. أنت أكتر حد عارف نفسك، أنت أكتر حد عارف إزاي تستمر، وإزاي إنك تشغّل نفسك، وإنك أنت تكون إنسان إيجابي، ما تكونش إنسان سلبي. الإنسان السلبي دايمًا تلاقيه بيحط أعذار وأنا مش هاقدر وأنا مش هاعمل ومش هينفع وما عنديش وقت ده الإنسان السلبي. لكن الإنسان الإيجابي بنعمة ربنا هاقدر أعمل كذا وكذا وكذا لإن في وقت وفي مجال. خلّي بالك إن خلّي دايمًا عندك ما تخلّيش عندك دايمًا وقت فراغ، وخلّيك دايمًا active واملى وقتك بكل حاجة مفيدة، لإن أنت لمّا بتملى وقتك بحاجة مفيدة، أنت بتحس براحة وبسلام جواك، واللي حواليك كمان بيحس براحة وسلام. كبسولة ليّا وليك.